السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة طبق واحد. معاكم أماني. فيديو النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم وصفة سهلة وجميلة وسريعة جدا جدا. فاكرين النايت بتاع زمان اللي كنا بنحب نشتريه وناكله؟ هعمله معاكم النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومش مكلفة خالص، ومقاديره موجودة عندنا في البيت. طعمه خطير والأولاد هتحبه قوي لأنه شبه النايتي بتاع زمان اللي كنا بنحب نشتريه. يلا نشوف هنعمله ازاي. بس يا ريت قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وننزل تحت الفيديو ونشترك في القناة ونفعل جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. أول خطوة هنعملها هنشغل الفرن بتاعنا ونسيبه يسخن على درجة حرارة 200، وهنبتدي نحضر الكيكة بتاعتنا. بس قبل اي حاجة لازم نسيب الفرن يسخن الاول. اول حاجة معايا بولة وهحط فيها بيضاية واحدة بس ونص كوباية سكر ومعلقة صغيرة فانيليا، وهنخلط المكونات دي مع بعض لحد ما الخليط بتاعنا يبقى ابيض خالص. بعد ما نضرب المكونات بتاعتنا ويبقى القوام ابيض هضيف معايا كوباية ونص لبن ونص كوباية زيت، وهنضربهم لمدة 5 دقايق بس. كده خلاص الخليط بتاعي بقى جاهز. هكون محضرة كوبايتين دقيق منخولين وعليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر، وهناخد الخليط بتاعنا في بولة وهناخد من كمية الدقيق واحدة بواحدة لحد ما المكونات بتاعتنا تدوب. ملاش نحطها كلها مع بعضها، ننزل بكمية قليلة وتدوب معايا احط غيرها، وهكذا لحد ما الكمية تخلص. هاخد معلقتين منه في كوباية وهضيف عليهم معلقة كاكاو ومعلقة لبن، وهحطهم في كيس علشان هحتاجهم دلوقتي بعد ما احط الخليط ده في الصاج. وبعد كده هنحضر صاج عندي يكون مدهون زبدة ورشة دقيق. ده بديل للورق الزبدة. لو عندك ورق زبدة اوكي حطيه، لو ما عندكيش هتدهني الصاج بتاعك زبدة ورشة دقيق وخلاص. وبعد كده تحطي الخليط بتاعك. بعد كده المكونات اللي انا دوبتها في كوباية اللي هي معلقتين من الخليط على معلقة كاكاو على معلقة لبن هحطهم في كيس عندي، وهرشهم كده على الصاج من فوق، وهمشي بخلة اسنان كده خطوط برضو علشان اعمل شكل النايت بتاعنا. طبعا الفرن بتاعنا احنا مسخنينه من قبل ما نعمل الكيكة على درجة حرارة 200. هندخل الصاج هياخد مننا حوالي تلت ساعة. كده الصاج بتاعنا بقى جاهز. هنقطعه، هنشيله كده من الصاج، هنشيل الكيكة بتاعتنا من الصاج وهنقطعها نصين. لو عندك مسطرة هتقيسي كده عشان تقطعي النص بالظبط. وبعد كده هتحطي مربى عندك او شوكولاتة الموجود عندك، وبعدين هتقيسي برضو بالمسطرة وتقطعي على حسب الحجم اللي انت عايزاه. قبل اي حاجة هتساوي الطروف علشان يطلع النايت بتاعك متساوي وشكله جميل. والف هنا للي هياكل الوصفة دي. بجد وصفة جميلة وطعمها يجنن وخطيرة جدا، والأولاد هتحبها قوي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة. وبس كده، دي كانت وصفتي النهاردة. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. وما تنسوش في آخر الفيديو تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.